حاسس بالزلزال. اظن الزلزال جامد قوي، يعني لقيت نفسي بتهز جامد قوي. هو ايه اللي بيحصل؟ ربنا يسترها يا رب ان شاء الله. ادعوا كده يا جماعه، ربنا يسترها ان شاء الله. الزلزال ده كان جامد، يعني اول مره اشوف زلزال بالشكل ده وبالطريقه دي. كان قوي فعلا، يعني ربنا يسترها يا رب علينا وعليكم وعلى الناس كلها. الله يكون في عون الناس اللي عايشه في تايلاند وماليزيا والحتت اللي بيبقى فيها الزلازل دي. الزلزال في خلال 7 دقائق كان ترند على الفيسبوك. كل اللي دخل على الفيسبوك عشان يسأل وعلشان يدور وعلشان يلاقي حد يكلمه. طبعا احنا كنا الساعة متأخر، يعني الساعة 2 بالليل او حاجة زي كده. طبعا احنا النهاردة التلات طبعا، يعني صباح الاربع 14 مايو 2025. والزلزال ده كان من اقوى الزلازل اللي انا شفتها او اللي انا حسيت بيها. انا شفت زلازل وحسيت بزلازل في مصر من ايام زلزال التسعينات. آه، كان قوي برضه. والزلزال ده كان قوي جدا، فربنا يلطف بينا. وعايزكم تتذكروا رحمة ربنا بنا سبحانه وتعالى. وكان في قصة كده لسيدنا موسى كلنا عارفينها، لما سيدنا موسى صعق لما تجلى ربه للجبل. سيدنا موسى عليه السلام طلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يشوفه. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كإنسان كبني آدمين، احنا ما نقدرش، يعني ربنا مش مهيئنا ان احنا نشوفه. فسيدنا موسى طلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يراه. ربي ارني انظر اليك، يعني يا رب وريني، يعني خليني اشوفك. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال له يا موسى، طبعا هو سيدنا موسى كان كليم الله. قال له يا موسى لم تراني، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ربنا تجلى على الجبل، بس بص للجبل، بس الجبل اتهز، سيدنا موسى عليه السلام صعق، اغمى عليه. وعلشان كده في احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان سيدنا موسى مش هيصعق يوم القيامة. في احاديث بتقول كده، علشان هو صعق، دي الصعقة بتاعت سيدنا موسى. واليهود هيصعقوا مرتين لانهم صعقوا، وهيصعقوا يوم القيامة تاني. فما علينا، ما اعرفش القصة بالظبط يعني، بس دي حاجة جت على بالي كده. فاحنا عايزين نتقي الله ونستغفر الله وندعي ربنا كتير، ربنا يلطف بينا يا رب. ادعوا النبي ربنا يلطف بينا ويسترها معانا. ويعني استغفروا ربنا. هزت ارض بسيطة كده رعبتنا وعملت فينا، خلتنا كلنا. انا قمت لفيت في الشقة، والله ما بقتش عارف اعمل ايه. قمت لفيت بقى عايز اكلم حد، فقمت متكلم بقى اقول الفيديو ده. فالفيديو ده انا بعمله بعد الزلزال بساعة. كل اللي انا بطلبه من حضراتكم انكم تدعوا ربنا، وانكم تستغفروا الله سبحانه وتعالى. ما تستكبروش انكم تدعوا الله وتستغفروا ربنا. مش عارف الناس اللي بتسمع اذكر الله. واللي بيسمع يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يا بخيل يا بخيل، انت بخلان على نفسك، مش بخلان على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مش محتاج لك، ولا ربنا سبحانه وتعالى محتاج لك. انت بتذكر الله ليك انت، وبتصلي على النبي ليك انت، وبتستغفر ليك انت، وبتصلي ليك انت، وبتدعي ليك انت. فايده ليك انت، فادعي انت. مش عارف يعني بخيل ليه. ادعي ربنا في كومنت وصلي على النبي في قلبك واستغفر ربنا كتير.